هو التليفون ده والسوشيال ميديا اللي خلونا عمالين نبص في حياة بعض لما هنتهبل. مقارنة حياتنا بحياة الناس بتخلينا نتمنى ان احنا نعيش حياتهم، والمصيبة ان اللي احنا شايفينه عندهم ده مش الواقع. واحد بيحب في مراته وكل يوم اغنية شعر دلع، وهو والله كل يوم بالليل بيروح يخونها عادي. ولا اللي كل يوم تعرض لنا قهوتها منين وكلت ايه ولبست ايه والساعة الغالية اللي جابتها، وهي اصلا واخدة سلفة عشان تكمل الشهر. طب تمام، هم حرين، بس المشكلة الحقيقية ان احنا بنلاقي نفسنا بنقع في مقارنة بيننا وبين حياتهم اللي احنا شايفينها دي. ما احنا بشر، معنى كده اننا بنقارن نفسنا باوهام مش بحقيقة. كتاب وهم المقارنة لريتشل كروز قال لنا علشان نعالج نفسنا من مقارنة حياتنا بحياة غيرنا لازم نفهم ان المقارنة ما هياش الا قلة ثقة بنفسنا. فاحنا بيتهيأ لنا اننا اقل من الناس التانية، وده بيخلينا ما بنستمتعش بحياتنا ولا حتى بالحاجات اللي كنا بنحبها. وعشان نبطل مقارنة لازم اول حاجة نعرفها ان مش كل اللي بنشوفه صح. تاني حاجة نبطل كلمة انا استحق، لانك لما بتقارن نفسك بحد بتلاقي نفسك كده غصب عنك بتقول والله انا اذكى من فلان، او انا بشتغل اكتر منه فانا استحق ابقى احسن منه. علشان كده الكاتب بيقول ان الاستحقاق خطير، بيخلينا على طول حاسين بالظلم واننا مديونين للعالم، وبالتالي بنعيش في حالة من عدم الرضا. وعلى فكرة الرضا هو العلاج الاساسي. لو انت راضي هتبطل تقارن نفسك. ولا ايه رأيك؟ مع ام ضد السوشيال ميديا؟ قولوا لي في الكومنتس. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.